ليلى جلست على حافة فراشها تغمض عينيها لتستعيد ذكريات طفولتها في القرية. كانت تتذكر كيف كانت تركض بين أشجار الزيتون برفقة أصدقائها، وكيف كان الجو مليئا بالضحك والفرح. كم أشتاق لتلك الأيام، همست لنفسها. ليلى ترى نفسها عائدة إلى قريتها، تسير بين الحقول وتشم عبير الزهور. هل سأعود يوما؟ تساءلت وهي تشعر بلمسة الرياح على وجهها وكأنها وعود بالعودة. ليلى انضمت للجماهير، تشعر بنبض القلب الجماعي وهم يصرخون بشعارات الحرية. أحمد صديق طفولتها وقف بجانبها. لن نتوقف حتى نعود، قال بحماس. ليلى جلست حول النار تسمع قصص الأمل والمقاومة من كبار السن. كل قصة كانت تزرع في قلبها بذور الأمل والنضال. الحاج يوسف وهو شيخ حكيم من المخيم قال بصوت هادئ متفائل: الحرية تحتاج إلى صبر ونحن صابرون. ليلى تتأمل المستقبل وتفكر في الأجيال القادمة. سنعود وسنبني من جديد، قالت لنفسها بإصرار وهي تنظر إلى النجوم ترى فيها خريطة للعودة. ليلى استيقظت على صوت الطيور وعرفت أن هناك يوما جديدا للنضال والأمل. فلسطين ليست مجرد أرض، إنها في قلوبنا وأرواحنا. همست وهي تستعد ليوم آخر من المقاومة.